بعد عن كل حاجة لما بقى مش قادر يتحرك، وزعل من كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي علشان سبب محدش يتوقعه. رفض ان بناته يدخلوا مجال التمثيل، وحفظ القرآن علشان يعرف يتكلم عربي كويس، ورفض يعمل دور شيخ فاسد لسبب مش متوقع ابدا، وساب التمثيل واشتغل حاجة ما تجيش على بال حد ابدا. لطفي لبيب عاش نص حياته علشان يدافع عن البلد، وعادل إمام غير حياته فجأة من غير ما ياخد باله. يا ترى ايه الشغلانة اللي اشتغلها لطفي لبيب قبل رحيله، وليه قرر انه يبعد عن التمثيل خالص من سنين؟ ومين أقرب ناس ليه من الفنانين وكانوا بيسألوا عليه؟ تفاصيل كتير قوي عن لطفي لبيب هتلاقوها في الفيديو ده، والمفاجآت ملهاش عدد. ناس كتير قوي ما تعرفش ديانة لطفي لبيب بسبب تصرفاته واللي بيشوفوه منه. ما هو أصله بدأ حياته المهنية بأنه يحفظ القرآن زي ما الدكتور بتاعه في المعهد قاله، علشان يعرف يتكلم لغة عربية صح ويعرف يعمل مسرحيات باللغة العربية الفصحى. الموضوع موقفش على كده وبس، لا، ده كمان لما كان بيروح عزا كان بيطلب من المقرئ يختم بصور معينة هو بيحبها، وده كان بيلخبط الناس جدا فيه، ومش بيبقوا مصدقين هو ازاي حافظ كده. بس لطفي لبيب علشان كان صاحب فكر ومبدأ، لما اتعرض عليه دور شيخ فاسد رفض انه يعمله، وشاف ان اللي طلب منه الطلب ده مش طبيعي، عشان لما هو بالذات اللي يعمل الدور ده الناس مش هتسكت وهتقول في حقه كلام كتير هو مش حابه، وهو مش هيرضى على نفسه ان الناس تفهمه غلط ابدا. لطفي لبيب عاش سنين كتير قوي بيحاول يدافع عن ارض مصر من اول الاستنزاف لحد اكتوبر، وكان فرحان قوي بالفترة دي في حياته، وكمان ألف فيها كتاب كان نفسه يشوف النور على شاشة السينما، بس للأسف ده ما حصلش لحد رحيله عن الدنيا. بس في خطوات مهمة في حياة لطفي لبيب ما تنفعش تعدي كده، أهمها دوره في فيلم السفارة في العمارة اللي أجره فيه كان 20,000 جنيه، لكن بعد الفيلم والدور اللي نجح جدا فيه حياته اتغيرت وتحول أجره من 20,000 ل200,000. علشان كده هو كان شايف ان الفيلم ده وعادل إمام أصحاب فضل عليه، ورغم ان لطفي لبيب عمره ما شاف ان التمثيل ده حاجة وحشة أو فيها حاجة ما تصحش، بس أصله الصعيدي منعه من انه يدخل بناته الوسط الفني، وبعد أهله وأسرته كلها عن التمثيل خالص، وكمان عن الأضواء، لدرجة إن الناس كانت فاكرة إن عنده بنت واحدة بس، وطلع عنده 3 بنات، ورفض إن هما ال3 أي واحدة منهم تدخل المجال الفني. لطفي لبيب قبل رحيله بفترة كبيرة قرر إنه يعتزل التمثيل ومش هيظهر على الشاشة تاني، وده علشان التعب الشديد اللي وصل ليه، وإنه ما كانش قادر يتحرك ويتكلم كويس. وكان ليه تعليق غريب قوي عن الموضوع ده، هو إنه إزاي واحد نص جسمه مش شغال ومش عارف يتكلم يقف قدام الناس؟ لا، ده لازم يقعد في البيت. والناس كانت بتشوف إن اللي بيقوله ده جرأة كبيرة، ولما قرر إنه يغير مهنته بدأ يألف كتب، وشاف إنه راح لعالم أكبر من التمثيل وبرضه مش بعيد عنه، بس تعبه ده زود عنده زعله من أصحابه اللي كانوا بيكلموه بس كان بيبقى عايز إنه يشوفهم، زي هنيدي وكريم عبد العزيز اللي كان بيعتبر إنهم أصحابه، بس اللي ما كانوش بيسيبوه هم محمود حميدة والمخرج سعيد حامد. ورحل لطفي لبيب وسايب وراه تاريخ طويل وحب كبير من الناس. انتوا بقى ايه اكتر الأعمال اللي بتحبوها للطفي لبيب؟